محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي طلع في برنامج إبراهيم فايق في مكالمة داخلية بيقول له: أنا بعتذر لجماهير النادي الأهلي اللي إحنا غلبنا من باتشوكا المكسيكي بضربات الجزاء طبعًا. فالمهم بيقول له: أنا كنت متضايق، إحنا كنا متضايقين والجماهير كانت متضايقة، طبعًا ما كانوش مصدقين إن إحنا اتغلبنا ولا إحنا مصدقين إن إحنا اتغلبنا، كانت المباراة في إيدينا يعني. ف واحد قال لنا: يالّا خشوا أنتم خلاص ما عادش لكم لازمة في الملعب يعني حاجة زي كده يعني. فهُم داخلين الغرفة ف واحد شتمه شتايم مش حلوة. فهو قال له: خلاص أنا داخل، أنا ماشي خلاص، أنا ماشي، أنا ماشي. فهُم الجماهير فهمت غلط، فكروا اللي هو بيقول له: خلاص أنا ماشي يا عم من النادي الأهلي ومش عارف إيه. فردوا عليه: يا عم بالسلامة يا عم الحاج ده. حصل touch يعني والناس فهمت غلط. فأنا شايف يا جماعة يعني اللي إحنا نقبل الاعتذار بتاع محمد الشناوي عادي، إحنا نقف مع النادي الأهلي في المباراة الجاية أمام شباب بلوزداد الجزائري وما لناش دعوة بأي حد تاني خالص. فاكتب لي في التعليقات هل أنت موافق على اعتذار الشناوي والّا ما أنتاش موافق على اعتذار الشناوي؟ سلام.